3 حاجات لو عملتيهم مع جوزِك هتعيشي حياة سعيدة جدًا، 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 ولا كأنِك لسه عروسة جديدة والله زي ما باقول لِك كده، حتى لو بقى لِك سنين وسنين وسنين. أول حاجة بقى يا أمراية بيتِك يبقى دايمًا نضيف، روّقي كل حاجة حواليكِ، هيئي الدنيا، الreception لو في أي حاجة كده يعني زيادة، في مثلًا هدوم متنطورة هنا والّا هنا لأ، روّقي كل حاجة، شيلي كل حاجة في أماكنها، نضّفي بأول كده حتى لو من على الوش، وخلّي يوم واحد كده ترويقة عميقة. المهم يكون بيتِك دايمًا كده منظم ومرتب وريحته كويسة وجميل جدًا، جدًا. تاني حاجة أكلِك دايمًا جاهز، تكوني مجهزة أكلِك كده في بداية اليوم ومستنية كده زوجِك أول ما ييجي كده بالسلامة تقومي مسخّناه، مش أول بقى ما ييجي تفتكري هتعملي أكل وهناكل النهارده، ولا استنينا أمّا أخلّص الأكل وتقعدي ساعتين 3 عقبال ما الأكل يتعمل. ما ينفعش الكلام ده خالص، أنتِ أكلِك يكون جاهز أول ما زوجِك كده ييجي بالسلامة فسخّني وحُطّي الأكل على طول، وما تضيّعيش وقت فيه للعمايل، وإن أنتِ ما تستمتعيش بقعدِك معاه واستقباله كويس. تالت حاجة بقى شكلِك دايمًا يبقى حلو، يعني إيه؟ يعني خلّيكِ دايمًا كده على سنجة 10، عروسة جديدة، وحسّسي نَفْسِك كده دايمًا إن أنتِ فعلًا لسه عروسة جديدة على طول. وفي بقى حاجة مهمة جدًا، جدًا لازمًا تاخدي بالِك منها، علشان دي الحاجة اللي هتخلّيكِ عايشة بسعادة أكتر وأكتر، إن أنتِ ما تشتكيش أبدًا لزوجِك، اوعي تقولي له دول قالوا، دول عادوا، دول عملوا، دول سووا، دول مش عارفة بصّوا لي، عملوا لي، وكل الحاجات دي كلها خاصةً لو أنتِ في بيت عيلة أو حتى لو أنتِ عايشة برّه بيت العيلة، سواء كده والّا كده ما تجيبيش سيرة أهل زوجِك خالص ولا حتى أهلِك، ولا بحلو ولا بوِحِش، خلّيكم دايمًا في حياتكم فقط لا غير، كل واحد كده يشغل نفسه بحياته وبس. صدقيني لو شغلتِ نفسِك بحياتِك وولادِك وجوزِك هتعيشي حياة هادية ومستقرة، سعيدة، جميلة، بُصّي تحفة، عمره ما هتلاقيه زعلان منِّك ولا في نكد ولا مشاكل ولا أي حاجة من دي، لأ دايمًا هتلاقيه بقى خلاص بقى اتغيّر معاكِ، حابب يرجع بقى من الشغل بدري ويقضّي أكبر وقت ممكن معاكِ، لإنه خلاص بيرجع يلاقي فعلًا بيت الراحة، يلاقي بيت السعادة، يلاقي كل حاجة مُهيّأة وفي استقباله وانتظاره، وما بيلاقيش نكد مستنيه ولا كمان ضغط برّه وضغط جوّه ولا الحاجات دي كلّها لأ، بكفاية عليه ضغط برّه، يعني خلاص هو بقى هييجي بدري مش هييجي في باله خالص إن في ضغط مستنيه، كفاية عليه الضغط اللي برّه وهموم الحياة وهموم العمل وكمان ضغط المعيشة والأسعار وغلاء المعيشة والحاجات دي كلّها، فالله يكون في عون زوجِك وعون كل زوج بيسمعنا، فيعني كفاية عليهم هَم برّه، مش هيبقى هَم برّه وهَم جوّه كمان. بجد يا أمرايا لو مشيتِ على النصايح اللي أنا قُلت لكم عليها دي، حياتكم هتبقى جنة، وفعلًا هتبقى جنة. عيشي لنفسِك ولبيتِك وبس، وارمي كل حاجة ورا ضهرِك كده، ما تشغليش نفسِك بأي حاجة تعكّر دمِّك وتعكّر مزاجِك وتعكّر يومِك، خلّيكِ في نفسِك وبس هتعيشي بسعادة، وعيشوا بسعادة ده الدنيا ما لهاش قعادة. واستنوا بقى فيديوهات كتيرة أوي، أوي، أوي من النوعية دي، وإن شاء الله كلّها تبقى مليانة كده نصايح وحاجات إيجابية تاخدوا منها power وتاخدوا منها كده يعني حاجات تشجّعكم على الحياة، وزي ما أنتم شايفين بُصّوا كل حاجة مرتّبة، طبّقت دولابي، وكمان قُلت بقى أطلّع المفرش الخفيف دوّة، هو شتوي برضه بس خفيف مش زي البطانية، وشِلت كل بطاطيني وطبّقتها كده في الدولاب زي ما أنتم شُفتوا. عملت كمان أكلة حلوة، فكل حاجة يا بنات تبقى في أماكنها هترتاحوا وتحسّوا براحة نفسية رهيبة. وده يا بنات كان فيديو النهارده، أتمنى لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، علشان كل حاجة بانزّلها إن شاء الله توصل لكم أول بأول. ودمتم في أمان الله، واستنوا مني فيديو جديد، سلام.